السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر حسين الشامي مدرس الرياضيات يرحب بكم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة بإذن الله معنا أول فيديو في مادة الجبر. النهاردة هنتكلم فيه على حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين. طيب، معنا بعض الأسئلة الخاصة بالدرس دون اللي هتلم لك كل الأفكار بتاعت الدرس. الدرس بسيط، الدرس جميل، الدرس سهل. رياضة تالتة إعدادي ترم أول من الرياضة السهلة جدا جدا جدا. ما تخافش، ان شاء الله باذن الله هلم لك كل الافكار اللي انت تتخيل ان هي ممكن تيجي في امتحان، هتشوفها معايا النهارده باذن الله في الفيديو بتاع النهارده. تعالوا بينا نشوف اول حاجه اسئله اختر. معانا اول سؤال بيقول اذا كان س ناقص 4 و3 بيساوي 0 و3. حبايبي ده زوج مرتب بيساوي زوج مرتب. احنا عارفين ان طالما في زوج مرتب بيساوي زوج مرتب يبقى الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. يبقى اذا كان عندنا زوج مرتب بيساوي زوج مرتب فان المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. طيب، المسقط الاول عندنا اللي هو ايه؟ اللي هو س ناقص 4 بيساوي المسقط الاول 0. يبقى لما يجي لك زوج مرتب بيساوي زوج مرتب قول له الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. طب الثاني هنا كام؟ 3 بيساوي 3، مش عايزها. طيب، ايه المطلوب مني؟ ودي الاربعه دي اليمه الثانيه بعكس الاشاره. بقت س بتساوي 0 زائد 4. 0 زائد 4 بيساوي 4، يبقى الس بتساوي كام؟ 4. كده انت جبت قيمة الس، تقول له هنا الس بتساوي 4. يبقى أول معلومة النهاردة استفدنا منها، لو عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب فإن الأول بيساوي الأول والتاني بيساوي التاني. طيب، ننتقل بينا لسؤال تاني وفكرة تانية ونشوف هنعمل فيها إيه. السؤال التاني معانا بيقول إذا كان أ زائد 3 وب ناقص 1 بيساوي سالب 2 و4. اوجد أ زائد ب. برضه عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب فإن الأول بيساوي الأول والتاني بيساوي التاني. يبقى لو عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب فإن المسقط الأول بيساوي المسقط الأول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. طيب، نشوف المسقط الأول هنا اللي هو إيه بقى؟ المسقط الأول هنا اللي هو أ زائد 3 بيساوي المسقط الأول هنا اللي هو سالب 2. طيب، المسقط الثاني هنا اللي هو ب ناقص 1 بيساوي 4. يبقى هنا قلنا ان الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. طيب، نودي الثلاثه دي هنا كده بعكس الاشاره. بقت أ بتساوي سالب 2 ناقص 3 بقى أ بتساوي سالب 5. كده انت جبت قيمه الألف. طب تعالى هنا كده اودي السالب 1 اليمه الثانيه بعكس الاشاره. بقت ب بتساوي 4 زائد 1 يبقى الب بتساوي 5. كده انت جبت قيمة الألف وجبت قيمة الب. طب ايه المطلوب مني؟ عايز اجيب أ زائد ب. ايه هو أ زائد ب؟ يعني سالب 5 زائد 5. عدد ومعكوس اجمعهم مع بعض الناتج بتاعي يديني 0. تمام كده؟ يبقى انا عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، قلت الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. طلع لي معادله حليتها جبت قيمه الالف، طلع لي هنا معادله حليتها جبت قيمه الب، جمعت الالف زائد الب طلعوا بصفر ويبقى انا كده حليت السؤال. طيب، نشوف سؤال تاني ونشوف هنعمل فيه ايه. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان س تكعيب وصاد تربيع بيساوي 1 و4 والسين اكبر من الصاد، اوجد س ضرب س في صاد. طيب، انا برضو عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى الاول بيساوي الاول اللي هو س تكعيب بيساوي الاول اللي هو 1 والتاني بيساوي التاني اللي هو صاد تربيع بيساوي 4. طيب، تعال خد جذر تكعيبي هنا وهنا. لما تيجي تاخد جذر تكعيبي هنا وتاخد جذر تكعيبي هنا اصبح السين بيساوي الجذر التكعيبي للواحد بواحد. كده انت جبت قيمة الالف. طيب، انا عايز هنا اجيب قيمة الصاد، يبقى لازم اخد جذر تربيعي. وخلي بالك لما تاخد جذر تربيعي الصاد تدي موجب او سالب، يبقى اصبح عندي ان الصاد يا اما بتساوي 2 يا اما ان الصاد بتساوي سالب 2. طب هو قال لك عايز السين اكبر من الصاد، يعني انا عايز الرقم اللي في السين اهو يكون اكبر من الصاد، يبقى انا ما ينفعش اخد 2، لان لو خدت 2 بقت الصاد هي اللي اكبر من السين. يبقى هو مديك المعلومه دي عشان تستفاد منها ان السين اكبر من الصاد. يبقى اصبح عندك لازم تختار قيمه للسين تكون اكبر من الصاد. يبقى هي دي الاجابه اللي انا هاخدها او الاختيار اللي انا هاخده. اصبح عندك السين بتاعتي بواحد
والصاد عندي بسالب 2. طب هو عايز س ضرب صاد، عايز س في صاد، يبقى اقول له 1 في سالب 2، 1 في سالب 2 بيساوي سالب 2. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي 3 و6، بس خلي بالك دي مجموعه، مش عندك مش زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، دي مجموعه بتساوي مجموعه، يبقى هنا مش شرط الترتيب. يبقى لما يقابلني مجموعه بتساوي مجموعه، لان هنا المجموعه 3 و6 بتساوي المجموعه 1 زائد س و3. اوعى تفتكر ان هنا تقول لي الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني، في المجموعه لا، الاول لازم يكون موجود هناك والثاني لازم يكون موجود هناك. عناصر المجموعه الاولى تساوي عناصر المجموعه الثانيه، وعدد عناصر المجموعه الاولى بيساوي عدد عناصر المجموعه الثانيه، وبالتالي اوعى تقول لي ان الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. الكلام ده بعمله لما يكون عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب. امال ايه؟ انا عندي الثلاثه موجوده اهي وموجوده اهي، بقى عندي هنا ايه؟ 1 زائد س و6 لازم يساووا بعض، يبقى تقول له 1 زائد س بتساوي 6. 1 زائد س بتساوي كام؟ 6. ودي الواحد اليمه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الس بتساوي 6 ناقص 1، يبقى الس بتساوي 5. فكره جميله. اختلفت ان احنا كنا في المثال الاول والثاني والثالث كنا بناخد زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، قلنا الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. امال في الفكره دي معانا كان مجموعه بتساوي مجموعه، يبقى انا ما اقولش الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني، لا، لازم عناصر المجموعه الاولى هي عناصر المجموعه الثانيه. ننتقل بينا للسؤال اللي بعده بفكره جديده. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان 3 و5 ينتمي لحاصل الضرب الديكارتي بتاع 3 و6 ضرب س و8. طيب أنا عندي علشان أقول إن الزوج المرتب ده ينتمي للضرب ده أهو، لازم تكون الثلاثة موجودة في المجموعة الأولى والخمسة موجودة في المجموعة الثانية. يعني لازم السين يكون عنصر من عناصر المجموعة الأولى، والصاد هنا لازم يكون عنصر من عناصر المجموعه الثانيه. طب هي السين موجوده في المجموعه الاولى؟ طب الصاد موجوده في المجموعه الثانيه؟ الخمسه موجوده في المجموعه الثانيه؟ لا، يبقى انا لازم اشيل السين واحط بدالها 5. تمام كده؟ لو انت فكرت تجيب س ضرب صاد وحطيت هنا 5 وجبت تجيب س ضرب صاد هيطلع فيه، او قصدي جيت تجيب ضرب ده في ده هيطلع فيها 3 و5. طب تعال نجرب كده اهو، ما هو 3 و5 3 و8 ده الضرب، بعد كده 6 و5 6 و8، يبقى كان اول زوج مرتب طلعته 3 و5، اذا 3 و5 ينتمي للضرب ده اهو لو شلت السين وحطيت بدالها 5. السؤال اللي بعده، كان س ضرب صاد بيساوي 2 و3. معنى ان انا بقول لك س ضرب صاد بيساوي 2 و3 يبقى السين هو المسقط الاول والصاد هو المسقط الثاني. طب هو المسقط الاول هنا كام؟ 2، يبقى اصبح السين عندك عباره عن المجموعه 2. طب الصاد لو عشتها، الصاد عباره عن المجموعه الثانيه اللي هي ايه بقى؟ 3. طيب انا عايز س تربيع، عايز س تربيع يعني عايز س ضرب س. طب دي معناها ايه؟ 2 و2 اهو، يبقى انا هاخد الاختيار ده 2 و2. طب لو كان عايز هنا صاد تربيع كنت هقول له 3 و3. طب لو كان عايز صاد ضرب س، كان عايز صاد ضرب س كنت هقول له المجموعه اللي فيها الزوج المرتب 3 و2، وده الضرب الديكارتي. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان س بتساوي المجموعه 2 فان س تربيع. سؤال سهل وبسيط جدا، الس بتساوي 2 يبقى عندك س تربيع عباره عن الزوج المرتب 2 و2. طب لو كان هنا عايز ن س تربيع كنت اقول له المجموعه س فيها عنصر واحد، وبالتالي كنت اضرب 1 في 1 بيساوي 1. يبقى هنا كان عايز س بتساوي 2، عايز س تربيع، يبقى اقول له الزوج المرتب. لا، الاختيار ده غلط. امال هاخد ايه بقى؟ هاخد الاختيار اللي فيه قوس مجموعه وجواه الزوج المرتب 2 و2. وده كان سؤال بسيط جدا وسهل، بس ممكن تغلط فيه بكل سهوله وتقول اذا كان السين عباره عن 2 يبقى انا هجيب السين تربيع تقول له بتساوي 4. لا، انا ما بضربش كده خالص. تمام؟ امال بعمل ايه؟ بقول انا عندي المجموعه فيها 2 يبقى انا عايز س تربيع يبقى 2 و2.
المجموعه فيها 3 يبقى انا عايز س تربيع يبقى 3 و3. المجموعه فيها 5 عايز مثلا س تربيع بقول له 5 و5. طيب السؤال اللي بعده، اذا كان السين بتساوي 1 و2 والصاد بتساوي 0، عايز ن س ضرب ص. حبيبي انا عايز ن س ضرب ص، يعني ايه كلمه ن س ضرب ص؟ يعني عباره عن عدد عناصر السين مضروبه في عدد عناصر الصاد. طب هو عدد عناصر السين بكام؟ كام عنصر؟ 2. طب في عدد عناصر الصاد كام عنصر؟ عنصر واحد. الواحد في 2 بيساوي 2. خلي بالك عشان الاسئله دي بتتكرر كتير قوي في امتحانات. طيب نبص على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان س بتساوي المجموعه 2 وص بتساوي المجموعه 3، عايز ن س ضرب ص. لسه قايل لك دلوقتي يعني ايه كلمه ن س ضرب ص؟ معناها ن س في ن ص. اوعى تقول لي هضرب 2 في 3، لا الكلام ده ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ اقول له عدد عناصر السين مضروبه في عدد عناصر الصاد. هو عدد عناصر السين بكام؟ بواحد. طب في عدد عناصر الصاد بواحد. 1 في 1 بيساوي 1. حتى لو انت جيت تضرب دول في بعض، لو كان شال لك ن س ضرب ص وحط لك س ضرب ص بس، كنت هتقول له الزوج المرتب 2 و3. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان ن س بتساوي 2، اداهولك على طول اهو، ما ادكش السين بكام وكام، لا قال لك عدد عناصر السين بتساوي 2. طب الصاد بتساوي كام؟ 3. طب هو عايز ن س ضرب ص. طب ماشي، عدد عناصر السين بكام؟ ب2. في عدد عناصر الصاد بعنصر واحد، الواحد في 2 بيساوي 2. تمام كده؟ يبقى خلي بالك هنا اداك عدد عناصر السين ب2، انما هنا اداك المجموعه صاد عباره عن المجموعه اللي فيها 3، يبقى بالتالي فيها عنصر واحد بس، عشان كده ضربت عدد عناصر السين في عدد عناصر الصاد. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان السين عباره عن 5 و6 و7، يبقى السين فيها 5 و6 و7، بالتالي هي فيها كام عنصر؟ برافو عليك، فيها 3 عناصر. طب عايز ن س تربيع عباره عن عدد عناصر السين اللي هو 3 في عدد عناصر السين الثانيه اللي هي برضه ب3، 3 في 3 بيساوي 9. تمام؟ اما لو كان طلب منك عايز س تربيع كنت اقول له 5 و5، 5 و6، 5 و7، 6 و5، 6 و6، 6 و7، 7 و5، 7 و6، 7 و7. انما هنا كان عايز ن س تربيع، ن دي بتعبر عن عدد. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول اذا كان السين عباره عن المجموعه 3، عايز ن س ضرب س. ن س ضرب س معناها ن س تربيع. او لو انت جيت تبص عدد عناصر السين بواحد، في عدد عناصر السين برضه بواحد، 1 في 1 بيساوي 1. سؤال مباشر خالص. تمام؟ منهج جميل، يعني منهج ثالثه اعدادي منهج جميل جدا جدا جدا. تمام؟ كل اللي فيها بس اتدرب وحل كتير وهتلاقي الموضوع سهل خالص. خلي بالك منهج ثالثه اعدادي هتلاقي اسهل من منهج ثانيه اعدادي كتير قوي بتاع الترم الاول بالذات. تمام؟ لان الموضوع ان شاء الله باذن الله هتلاقي الدنيا سهله معاك خالص في الترم الاول. نبص على السؤال اللي بعده. اذا كان ن س بتساوي 4 ون ص بتساوي 5، لسه باكد لك نفس المعلومه برضه. بقول لك ان عايز ن س ضرب ص، معناها عدد عناصر السين مضروب في عدد عناصر الصاد. طب عدد عناصر السين بكام؟ ب4 مضروبه في عدد عناصر الصاد بكام؟ ب5. 4 في 5 بكام؟ ب20، واقوم جاي معلم على 20. تمام كده؟ السؤال اللي بعده اذا كان ن س بتساوي 5 ون س ضرب ص بتساوي 10، عايز ن ص. ما هو ن س ضرب ص معناه ان عدد عناصر السين مضروب في عدد عناصر الصاد بتساوي 10. طب ما هو عدد عناصر السين ب5، ال5 ده اضربها في كام يديني 10؟ في 2. عشان لما اجي اقول 2 في 5 يديني ايه؟ ص. والسؤال ده بيتكرر كتير قوي قوي. طيب السؤال اللي بعده اذا كان ن س بتساوي 2 ونون صاد ن س ضرب ص بتساوي 6، ن س بتساوي 2 ونون س ضرب ص بتساوي 6. طيب بيقول لك ان ن ص تربيع بتساوي، طب الاول اجيب ن ص. هو ن س ضرب ص بيقول لك ان ن س ضرب ص بكام؟ ب6. هو ن س مش ب2؟
طب 2 دي اضربها في كام عشان يساوي 6؟ في 3. يبقى اصبح عندي ان ن ص بتساوي 3. طيب هو عايز مين؟ عايز ن ص تربيع، عدد عناصر الصاد مضروب في عدد عناصر الصاد. عدد عناصر الصاد بكام؟ ب3. في عدد عناصر الصاد ب3، 3 في 3 بيساوي 9. السؤال اللي بعده، إذا كان ن س تربيع بتساوي 4 ون س ضرب ص بيساوي 12. طيب نفس فكرة السؤال اللي فات، بس هنا اداك ن س تربيع، يعني ما اداكش ن س بس، فلازم تقرأ السؤال كويس جدا. هو هنا اداك ن س تربيع بتساوي 4، طب ما ده معناه ان ن س بس لوحدها كده ب2. لو اتسرعت هتقول له ان ن س تربيع بتساوي 4، تاخد ال4 تعوض بيها هنا تطلع الصاد ب3، يطلع المسألة غلط. امال ايه بقى؟ خلي بالك ده مش اداك ن س، ده اداك ن س تربيع، بالتالي ن س لوحدها هي ب2. طب 2 في كام؟ بيساوي 12. 2 في 6، يبقى اذا ن ص بتساوي 6. يبقى لازم نقرأ السؤال كويس، لان في ممكن معلومة تلاقي نفسك ما خدتش بالك منها ضيعت لك السؤال خالص. السؤال اللي بعده، اذا كان ن س يبقى هو اداك ن س، ما اداكش ن س تربيع. طيب بس هنا اداك ن ص تربيع، يبقى مش عايز استفاد من ن ص تربيع، امال انا عايز مين؟ عايز ن ص، مش عايز ن ص تربيع. طيب لما تكون ن ص تربيع ب9 يبقى ن ص لوحدها ب3. طب عايز ن س ضرب ص، اضرب 2 اللي هو عدد عناصر السين في عدد عناصر الصاد ب3 واضربهم في بعض يديك 6. يبقى تخلي بالك واقرأ المسألة كويس. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان ن س بيساوي ن س ضرب ص، سؤال جميل جدا. هو امتى اساسا ن س بتساوي ن س ضرب ص؟ ركز معايا كده، انا عايز ال5 بتساوي 5 في كام؟ اكيد في 1. طب ال6 بتساوي 6 في كام؟ اكيد في 1. طب ال7 بتساوي 7 في كام؟ اكيد في 1. طب ما هو بيقول لك ن س بتساوي ن س في، لازم يكون 1، لازم الصاد قيمتها تكون ب1. عشان لو كان عدد عناصر السين ب5 يبقى ال5 بتساوي 5 في 1. طب لو كان عدد عناصر السين ب3 يبقى ال3 بتساوي 3 في 1. يبقى اذا لازم الصاد عندي تساوي 1. تمام؟ السؤال اللي بعده، قول اذا كان س وص مجموعتين بحيث ن س ضرب ص بتساوي 11. يعني عدد عناصر السين مضروب في عدد عناصر الصاد بيساوي 11. مفيش عندي رقمين اضربهم في بعض، عددين صحيحيين اضربهم في بعض يديني 11. خلاص؟ عددين طبيعيين اضربهم في بعض يديني 11 غير 1 في 11. يعني اكيد السين يا ب1 يا ب11، والصاد برضه يا ب1 يا ب11. لو كان السين ب1 يبقى الصاد ب11، لو كان السين ب11 يبقى الصاد ب1. اذا انا عايز اقول له ن س زائد ن ص، يبقى انا بجمع ال1 زائد ال11 يديني 12. السؤال اللي بعده، النقطة 2 و7 تقع في الربع. نفتكر كده الاربع مع بعض قبل ما نحل السؤال ده. انا عندي الشبكة التربيعية، ده الربع الاول، ده الربع الثاني، وده الربع الثالث، وده الربع الرابع، دي الشبكة التربيعية. الربع الاولاني بيبقى الاول موجب والتاني موجب، زي 2 و5، 3 و4، 2 و7، 1 و2، 1 و6. طالما الاول موجب والتاني موجب تقع في الربع الاول. طب الربع الثالث، الاولاني سالب والتاني سالب، الاول سالب والتاني سالب، عشان كده بيقول لك ان الربع الاول والربع الثالث الاثنين ما بيتوهوش. الاول الاثنين فيه موجب، الثالث الاثنين فيه سالب. انا بقول لك سالب 2 وسالب 5، لو سالتك كده تقع في الربع قول له الثالث. ليه؟ لان الاثنين سالب. طب انا بقول لك 3 و6 الاثنين فيهم موجب وبالتالي يقع في الربع الاول. يبقى عندك لو كان عندي الاثنين موجب يقع في الربع الاول، الاثنين سالب يقع في الربع الثالث. طيب الربع الثاني والرابع بيتوهوا، لا معاك مع عمك حسين بقى مش هخليهم يتوهوا. ليه؟
لان الربع الثاني والرابع الاثنين دول واحد فيهم موجب والتاني سالب، فالربع الثاني تحس ان هو قريب من كلمه سالب، ثاني سالب اهو. انما عشان كده بقول له الربع الثاني بواحد، الاولاني سالب زي كلمه ثاني والتاني موجب. الرابع بيبقى عكسه، الاولاني موجب والتاني سالب. ادي الاربع. بتضيف لها ان النقطه لو وقعت هنا بتبقى في الربع الاول، هنا في الربع الثاني، هنا في الربع الثالث، هنا في الربع الرابع. اما لو النقطه وقعت اهو بتقع على محور السينات. كذلك لو النقطه وقعت هنا تقع على محور الصادات. طيب نرجع نكمل كلامنا تاني. يبقى النقطه اما تقع في الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع، او تقع على محور السينات او تقع على محور الصادات. وهفهمك دلوقتي يعني ايه تقع على محور السينات وتقع على محور الصادات. قلت لك لو الاثنين موجب في الاول الاثنين سالب في الثالث. الاولى سالب والثانيه موجب في الثاني، الاولى موجب والثانيه سالب، تقع في الربع الرابع. طب ما بص كده على الزوج المرتب ده 2 و7، الاول موجب والثاني موجب، بالتالي تقع في الربع الاول. تمام؟ نخش بينا لسؤال تاني بفكره تانيه. سالب 3 و4 تقع في الربع. لسه قايل لك دلوقتي وشارح لك الاربع، قلت لك لو الاولاني سالب زي كلمه ثاني، ما هم الاثنين اختلفوا، يبقى تقع في الربع الثاني في الرابع. طب بس الاولاني سالب يبقى تقع في الربع الثاني. تمام كده؟ السؤال اللي بعده بيقول النقطة سالب 4 وسالب 2 تقع في الربع نقط. هو الاولاني سالب والثاني سالب. انا قلت لك لو الاثنين موجب في الاول، لو الاثنين سالب في الثالث، لان الثالث ما بيتوهش زي الاول، وبالتالي تقول له في الربع الثالث. تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده الزوج المرتب س تربيع وصاد تربيع، حيث السين لا يساوي الصفر والصاد لا يساوي الصفر، تقع في الربع نقط. حبيبي في تربيع هنا، معناه ان انت لو حطيت اي عدد سواء العدد ده موجب او سالب، الناتج اللي هيطلع معاك لازم يكون موجب. تاني انا بقول اهو الاولاني موجب والتاني موجب، يبقى لازم الناتج بتاعي الاولاني موجب او الاولاني سالب، لازم الناتج يدي موجب لان التربيع هيشيل السالب. وبالتالي لما تيجي تعوض باي قيمه سواء القيمه موجبه او سالبه هتلاقي الاولاني طلع موجب والتاني طلع موجب. تمام؟ طالما الاثنين موجب يبقى يقع في الربع الاول. تمام؟ ولازم يقول لك ان السين لا تساوي الصفر، لان صفر وصفر دي خلاص بقت نقطه الاصل. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان س وصاد تقع في الربع الثاني. يعني ايه تقع في الربع الثاني؟ يعني الاولاني سالب اهو، السالب اهو، وممكن تفترضه باي رقم سالب 1، والثاني موجب اكتبه يا عم باي رقم 2. فان النقطه، كل الناس بتبص للمساله دي بتقول الاولاني سالب والثاني موجب يبقى تقع في الربع الثاني، وفي الاخر غلط في المساله. لا ركز، هو قال لك ان دي تقع في الربع الثاني، معناه اساسا ان السين سالب والصاد موجب. طيب تعالى عوض هنا، عوض هنا كده، شيل السين ده وحط بداله سالب 1، سالب جنب السالب يتقلب بموجب بقت 1. طيب دي صاد تربيع اللي هي 2 و2، 2 تربيع ب4، بقى الاولاني طلع موجب والثاني طلع موجب، يبقى تقع في الربع الاول. يبقى ما تتسرعش. يبقى هو معنى ان هو قال لك ان النقطه دي تقع في الربع الثاني معناها الرقم الاولاني سالب. طب ما هو سالب جنب سالب اتقلبوا موجب. طيب السؤال اللي بعده، النقطه اللي بعدها بيقول اذا كان س تنتمي لحاله سالبه. س تنتمي لحاله سالبه يعني س ده رقم سالب، عايز الزوج المرتب سالب س وجذر تكعيبي للسين. يعني عندك هنا انت قلت ح دي عدد سالب، افترضه باي رقم عشان ما تتوهش نفسك. فممكن اقول ان السين دي بسالب 1، بقى سالب جنب السالب اتقلب لموجب، بقت النقطه 1، والجذر التكعيبي للواحد ب1. الجذر التكعيبي ده سالب 1 بسالب 1. تمام؟ تاني انت قلت ان عندك ان س تنتمي لحاله سالبه، يعني س ده اصبح رقم سالب فافترضته بسالب 1، سالب جنب السالب اتقلب موجب، الجذر التكعيبي للسالب 1 بسالب 1، اصبحت النقطه عندي 1 وسالب 1، يبقى تقع في الربع الرابع. تقع في الربع الرابع.
نخش على السؤال اللي بعده. إذا كان لام ناقص 3 و2 يقع في الربع الأول، فإن لام يمكن أن تساوي نقط. طب ما تجرب كده الاختيارات اللي عندك. هو أنت لو خدت هنا سالب 3 بقى سالب 3 ناقص 3 ادانا عدد سالب، الربع الأول ما فيهوش سالب، وبالتالي سالب 3 دي ما تنفعش. طب تعال نجرب الاختيار الثاني. 2 ناقص 3 بسالب 1، لا الربع الأول برضو ما فيهوش سالب. طب 7 ناقص 3، 7 ناقص 3 ب4، أصبح إن ال7 دي تنفع، لأن لو أنا شلت اللام وحطيت 7 هتقع في الربع الأول. طب تعال نجرب آخر اختيار كده. 0 ناقص 3 بسالب 3، طالما طلعت معاك سالب 3 يبقى دي لا تقع في الربع الأول، يبقى الاختيار بتاع الصح هو 7. تمام؟ كده حاولت إن أنا ألم لك كل الأفكار اللي أنت تتوقع مثلا إن أنت تشوفها قدامك، تمام؟ من أسئلة اختر. عايز أقول بس على فكرة صغيرة، أنا لما بقول مثلا إمتى النقطة تقع على محور السينات، النقطة س وصاد، ممكن النقطة دي تقع على السينات وممكن النقطة ده تقع على محور الصادات. طب امتى النقطة س وصاد تقع على محور السينات؟ لو كان الصاد بتساوي 0. طب امتى النقطة دي تقع على محور الصادات؟ لو كان السين بتساوي 0. مش فاهم الكلام ده، انت بتقول كلام صعب. لا ما بقولكش كلام صعب، ركز معايا كده. 0 و5 مين اللي بصفر؟ السين. النقطة دي تقع على محور الصادات. طب واحدة تانية، سالب 3 و2 مين اللي سالب 3 و0؟ مين اللي بصفر؟ الصاد. يبقى النقطة دي تقع على محور السينات. يبقى النقطة إما إن هي تقع في الربع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وإما إن هي تقع على محور السينات أو تقع على محور الصادات. بتقع على محور السينات لو كان مكان الصاد بصفر، وتقع على محور الصادات لو كان السين بصفر. إن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض، بس هنكمل أسئلة مقالية عشان نكمل أفكار الدرس كله. نرجع تاني للأسئلة المقالية. معنا أول سؤال بيتكلم برضه عن تساوي زوجين مرتبين، س ناقص 1 س ناقص 2 و3 5 و3 زائد ص. عايز قيمة كل من س وصاد. طيب برضو ده زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى انا هقول له ان الاول بيساوي الاول والتاني بيساوي التاني. طب هو الاول هنا اللي هو ايه؟ س ناقص 5، يبقى انا هقول له س ناقص 5 بيساوي 5. س ناقص 2 معلش، يبقى الاول هنا اللي هو س ناقص 2 بيساوي الاول هنا اللي هو كام؟ 5. طيب والتاني هنا بيساوي التاني هنا، يعني التلاتة بتساوي 3 صاد زائد 1 او اعكسها، يبقى 3 صاد زائد 1 بيساوي 3. طيب عايزين نودي بقى الاثنين دي اليمة التانية، السالب 2 نوديها اليمة التانية بعكس الاشارة، يبقى نقول ان السين بتساوي 5 زائد 2، يبقى السين بتساوي 7. كده انت جبت قيمة السين. طب تعالى هنا كده بقى ودي الواحد اليمة التانية بعكس الإشارة، بقى 3 صاد بيساوي 3 ناقص 1، يبقى 3 صاد بتساوي 2. اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، يبقى أصبح الصاد عندك بتساوي 2 على 3. كده انت جبت قيمة الصاد وجبت قيمة السين، وهو ده اللي كان المطلوب في السؤال. طيب السؤال اللي بعده بيقول إذا كان س زائد 3 و9 بيساوي 5 وصاد تربيع، اوجد قيم س وصاد. طيب برضو ده تساوي زوجين مرتبين، يبقى الأول بيساوي الأول والتاني بيساوي التاني، يبقى أنت هتقول له كده أهو إن س زائد 3 بيساوي 5، وعندك صاد تربيع اللي هو التاني بيساوي التاني، المسقط التاني بيساوي المسقط التاني بيساوي 9. ودي التلاتة دي اليمة التانية بعكس الإشارة، بقت السين بتساوي 3 5 ناقص 3، يبقى السين بتساوي 2. كده انت جبت قيمة السين. طب عايز قيمة الصاد، اعمل جذر تربيعي هنا وهنا،
يبقى الصاد بتساوي موجب او سالب 3. وخلي بالك في الجذر التربيعي لازم الناتج بتاعك يديني موجب او سالب. يبقى الصح ان انت تقول له الصاد بتساوي، ما تقولوش 3، لا، جذر ال9 تقول له موجب او سالب 3. ويبقى كده خلصنا السؤال ده. خش بينا على السؤال اللي بعده. هنا ننتقل على الفكره اللي بعدها. بيقول لي اذا كان س ناقص 1 و11 بيساوي الزوج المرتب 8 وص زائد 3. طيب اقول له برضو ده تساوي زوجين مرتبين، يبقى الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. الاول اللي هو س ناقص 1 بيساوي الاول هناك اللي هو 8، كذلك الثاني هنا اللي هو ص زائد 3 بيساوي الثاني هناك اللي هو 11. وادي الواحد اليمه الثانيه بعكس الاشاره، بقت السين بتساوي 8 زائد 1، يبقى اذا السين بتساوي 9. كده انت جبت قيمه السين. طيب وادي الثلاثه اليمه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الصاد بتساوي 11 ناقص 3، يبقى الصاد بتساوي 8. كده انت جبت قيمه السين والصاد. خلي بالك هو ما كانش عايز قيمه السين والصاد بس، ده عايز قيمه جذر س زائد 2 ص. طب السين بكام؟ ب9 زائد 2 ص يعني 2 في 8. ده يطلع صف كل ده يطلع ب25، جذر ال25 ب5. يبقى اذا الناتج بتاعي ب5. تمام؟ نخش بينا على السؤال اللي بعده، وفكره جديده برضه علشان نقدر ان احنا نقول ان احنا فهمنا الدرس كله كويس جدا. السؤال اللي بعده برضه بيتكلم على تساوي زوجين مرتبين. بيقول 5 ناقص 2 س وص تكعيب بيساوي 1 و27. اوجد قيمه جذر 3 س زائد ص. تساوي زوجين مرتبين، اتفقنا اول بيساوي اول وتاني بيساوي تاني. يبقى 5 ناقص 2 س بيساوي الاول هنا اللي هو بواحد. طيب وعندك التاني اللي هو ص تكعيب بيساوي 27. ودي الخمسه اليمه الثانيه، خلي بالك السالب ده مش بتاع الخمسه، السالب ده بتاع الاثنين، يبقى دي سالب 2 س، وبالتالي الخمسه تروح هي موجبه توديها اليمه الثانيه سالب، بقت سالب 2 س بتساوي 1 ناقص 5. يبقى عندك السالب 2 س بيساوي 1 ناقص 5 بكام؟ بسالب 4. اقسم هنا على السالب 2 واقسم هنا على السالب 2، بقت السين بتساوي 2. طيب هنا بقول لك جذر التكعيبي للصاد بيساوي 27. خد جذر تكعيبي، بقت الصاد بتساوي جذر تكعيبي لل27 ب3، ويبقى انت كده جبت قيمه السين وجبت قيمه الصاد. طيب هو عايز قيمه جذر 3 س زائد صاد. عوض، يبقى جذر 3 السين قيمتها بكام؟ ب2 زائد الصاد بكام؟ ب3. 2 في 3 ب6، 6 و3 9، جذر ال9 بيساوي 3. يبقى تاني فكره المساله دي ان انا اشتغلت تساوي زوجين مرتبين، ساويت الاول بالاول والثاني بالثاني، جبت قيمه السين جبت قيمه الصاد، عوضت عن السين ب2 عن الصاد ب3، بقت 3 شلت السين وحطيت 2 ونزلت الصاد زي ما هي وجبت الناتج في الاخر بيساوي 3. طب نبص على الفكره اللي بعدها. الفكره اللي بعدها بيقول لي اذا كان السين بتساوي 1 و3 والصاد بتساوي 3 و4 و5، اوجد س ضرب ص ومثلها بمخطط سهمي واخر بياني. ومطلوب مني شويه حاجات في المساله دي، بص معايا شوف هتجيبها ازاي. اولا انا عايز س ضرب ص. س ضرب ص بتبدا بالسين، يبقى الزوج المرتب 1 و3، بعد كده 1 و4، بعد كده 1 و5، بعد كده 3 و3، 3 و4، 3 و5. نقول تاني مع بعض اهو. عايز س ضرب ص يبقى 1 و3، 1 و4، 1 و5، 3 و3، 3 و5. تمام؟ يبقى اهو س ضرب ص بيساوي مجموعه جواها الازواج المرتبه. الزوج الاولاني 1 و3، اللي بعده 1 و4، اللي بعده 1 و5، اللي بعده 3 و3، اللي بعده 3 و4،
اللي بعده 3 و4 بعد كده ايه 3 و5 وقف القوس المجموعه. كده انت جبت س ضرب ص وده كان اول مطلوب. طب تعالى على المطلوب الثاني، عايز س تربيع معناها س ضرب س. طب هي الس بكام؟ الس عندك بواحد وثلاثة. طيب لما تيجي تقول ان الس بواحد وثلاثة عايز س تربيع، هتقول له كده الاول هو عايز يمثلها بمخطط سهمي واخر بياني. ادي المخطط السهمي بتاعه اهو. عناصر مجموعة السين اهي وادي مجموعة الصاد. مجموعة السين فيها ايه؟ فيها واحد وثلاثة. طب والصاد فيها 3 و4 و5. يلا مع بعض بقى كده نجيب س ضرب ص اهو. ده المخطط السهمي 1 و3 1 و4 1 و5 3 و3 3 و4 3 و5. كده انت عملت المخطط السهمي. طب يا مستر انا عايز المخطط البياني. ارسم يا باشا اهو المخطط البياني بتاعك اهو. دي السين ودي الصاد. طيب السين كانت فيها عناصر ايه؟ كانت فيها عناصر 1 و3. طب الصاد كانت فيها 3 و4 و5. طيب 1 و3 نقطة قصادهم. بعد كده 1 و4 بعد كده 1 و5 بعد كده 3 و3 3 و4 3 و5. ويبقى انت كده عملت المخطط السهمي والمخطط البياني. طيب لو عايز المطلوب الثاني س تربيع. طب اعمل س تربيع ازاي؟ عباره عن س ضرب س. هي الس فيها 1 و3. افترض ان في مجموعه ثانيه جنبها اسمها 1 و3 اهو. طب عايز س تربيع يبقى هقول له 1 و1 1 و3 3 و1 3 و3. هو ده اللي احنا هنكتبه. يبقى تقول له ان الس تربيع بتساوي 1 و1 1 و3 3 و1 3 و3. وبالراحه كده عشان ما تنساش زوج مرتب اهو. يبقى 1 و1 وبعد كده 1 و3 وبعد كده 3 و1. اخر زوج مرتب عندي 3 و3. طيب كده خلصنا المطلوب الاول والمطلوب الثاني. عايز ن س ضرب ص. ارجع تاني عدد عناصر السين بكام؟ ب2. في عدد عناصر الصاد بكام؟ ب3 واضربهم في بعض يديني 6. يبقى هنا ن عايز عدد، انما هنا س ضرب ص لا ده عايز ضرب الديكارت لس ضرب ص. طيب ن ص تربيع يبقى عدد عناصر الصاد بكام؟ ب3. في عدد عناصر الصاد الثانيه زيها برضو ب3. 3 في 3 بيساوي 9. وده سؤال مهم جدا جدا جدا. تمام؟ ننتقل بينا على فكره ثانيه برضو ناكد على الضرب الديكارتي لانه مهم وبيتكرر في امتحانات كتير. السؤال اهو بيقول لي اذا كان س بتساوي 1 و2 وصاد 3 و4 و5 اوجد ن ص تربيع. حبيبي هو عدد عناصر الصاد بكام؟ ب3. يبقى انا هقوم جاي قايل له 3. في عدد عناصر الصاد بكام؟ ب3. 3 في 3 ب9 وكده خلصت. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ عايز س ضرب ص وامثلها بمخطط بياني. طيب اجيب س ضرب ص ازاي؟ اهو س ضرب ص لسه عاملها دلوقتي. يبقى 1 و3 1 و4 1 و5 2 و3 2 و4 2 و5 واكتب الكلام ده. يبقى س ضرب ص بتساوي، وخلي بالك س ضرب ص بتختلف عن ص ضرب س. لو قال لك ص ضرب س هبدا بالصاد يبقى هقول له 3 و1 4 و1 5 و1 بعد كده 3 بعد كده 4 و1 4 و2 بعد كده 5 و1 5 و2. شوف هو مطلوب منك ايه وامشي معاه. هو مطلوب هنا س ضرب ص يبقى ابدا بالسين. يبقى 1 و3 بعد كده الزوج المرتب اللي بعده 1 و4 اللي بعده 1 و5 اللي بعده 2 و3 اللي بعده 2 و4 اللي بعده 2 و5. اوعى تنسى قوس مجموعه واقفلها.
طيب عايز نمثلها بمخطط بياني، سهل جدا المخطط البياني اهو. السين اللي فيها 1 و2 ماشي. طب الصاد 3 و4 و5، 1 و3 1 و4 1 و5، حط نقط قصادهم. بعد كده 2 و3 2 و4 2 و5. تمام. ويبقى كده السؤال ده خلص. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي نجيب س ضرب صاد، والعكس برضو لو طلبوا منك اتعلمت ازاي اجيب ن س تربيع ونون صاد تربيع. طيب تعالى بعد كده نخش على السؤال اللي بعده. بيديك شكل فين، بيقول لك ان السين عباره عن 5 و2، الدايره بتاعت السين فيها 5 و2، والدايره بتاعت الصاد فيها 1 و2 و3، ومطلوب مني س وصاد، ومطلوب مني س ضرب س تقاطع صاد. طيب هعمل ايه؟ اجيب السين والصاد. طب تجيب السين والصاد ازاي؟ من شكل فين اللي قدامك. جيب السين يعني جيب الارقام اللي في الدايره بتاعت السين. طب ما اهو السين بتساوي الدايره بتاعت السين فيها ايه؟ فيها 5 و2، يبقى اكتب 5 و2. طيب عايز الصاد، هقول له الصاد بتساوي، واروح للدايره بتاعت الصاد واجيب الارقام اللي فيها كلها، وهتنسى الاثنين. الدايره بتاعت الصاد فيها ايه؟ 1 و2 و3، اكتب 1 و2 و3. طيب تعالى بقى بعد كده عايز ايه؟ عايز س اللي هي عباره عن كام؟ عايز س ضرب س تقاطع صاد. امشي مع المساله واحده بواحده. عايز س، ما لسه جايبها ب5 و2، ضرب س تقاطع صاد، التقاطع اللي هو المشترك اللي في النص ده اهو اللي هو 2. اضربهم في بعض يبقى اقول له 5 و2، بعد كده 2 و2، وكده المساله خلصت معانا. يبقى 5 و2 ده الزوج الاول، والزوج الثاني 2 و2، واوعى تنسى تحطهم في قوس مجموعه. مساله سهله ومساله جميله جدا. رياضه الثالثه اعدادي باكد تاني، رياضه جميله، رياضه ممتعه. تمام، ما فيهاش في اي صعوبه خالص. تمام. نكمل السؤال اللي بعده ونشوف برضه افكار جديده معانا علشان نحاول ان احنا نلم كل الافكار بتاعه الدرس. السؤال اللي بعده مديك السين ومديك الصاد، عايز س ضرب صاد. سهل وجميل الكلام ده. ادي السين ب1 و2 والصاد ب1 و4، عايز س ضرب صاد 1 و1 1 و4 2 و1 2 و4. يبقى اهو هقول له س ضرب صاد بيساوي 1 و1 1 و4 2 و1 2 و4. طيب المطلوب الثاني عايز س تقاطع صاد، اهو س تقاطع صاد، لا س تقاطع عين، س تقاطع عين مضروبه في س. هات التقاطع. يعني ايه التقاطع؟ يعني الارقام المشتركه بين السين والعين. ادي السين اهي وادي العين اهي. ايه المشترك هنا وهنا؟ الاثنين، يبقى اكتب 2 بس لان الواحد موجود هنا بس مش موجود هنا. ضرب السين اللي هو ب1 و2 واضربهم في بعض. اضربهم ازاي؟ 2 و1 بعد كده 2 و2، يبقى هتكتب 2 و1 و2 و2. كده انت جبت المطلوب الثاني. طب المطلوب الثالث عايز نون عين تربيع. في فرق لو شالك النون وقال لك عايز عين تربيع بس، لا ده هو عايز نون عين تربيع. قلت لك نون يعني عدد. طيب هي العين فيها كم عنصر؟ فيها 3، يبقى اضرب 3 في 3 بيساوي 9. ويبقى كده الفكره دي كمان خلصت معانا. تعالوا بينا ننتقل لسؤال تاني. نفس الفكره برضو بنأكد على التقاطع والفرق. المساله اللي بعد دي ان شاء الله يبقى فيها فرق. طيب هو هنا مديك السين ومديك الصاد ومديك العين. عايز نون س نون س ضرب عين. نون يعني عدد، وبالتالي عدد عناصر السين اللي هي بكام؟ ب2. في عدد عناصر العين اللي هي بكام؟ عنصر واحد. 1 في 2 بيساوي 2. طيب
المطلوب الثاني كان عايز صاد تقاطع س مضروبه في عين، اهو عايز صاد تقاطع س ضرب العين. طيب هي س تقاطع صاد، بص على السين وبص على الصاد وهات التقاطع بتاعهم. ادي السين والصاد التقاطع بتاعهم 2 ضرب العين اللي هي فيها كام؟ 3. طيب اضربهم في بعض ازاي؟ يبقى 2 و2، اوعى تقول لي 2 في 3 لانه عايز ضرب ديكارت المجموعتين، يبقى 2 و3. ادي فكره المساله وخلصت. طيب نخش بينا على المساله اللي بعدها، مساله فيها فرق وهقول لك يعني ايه فرق دلوقتي. بيديك السين ب6 والصاد ب2 و3 والعين ب2 و5 و6. عايز نون س تربيع، سهله خالص اهو، نون س تربيع يعني عدد عناصر السين اللي هو بكام؟ ب1. في عدد عناصر السين ب1 بيساوي 1. سؤال سهل جدا ان اي حد يغلط فيه يقوم جاي قايل 6 في 6 ب 36. لا، المفروض ان بقول لك نون س تربيع يعني عدد عناصر السين مضروب في عدد عناصر السين، يعني 1 في 1 بيساوي 1. طيب السؤال اللي بعده كان عايز عين فرق صاد ضرب س تقاطع صاد. نمشي خطوه بخطوه كده. انا عايز س فرق عين، قصدي عايز عين فرق صاد، يعني اللي موجود في عين ومش موجود في صاد. او خد المجموعه الاولى وفسحها، امشي معاها كده اتمشى معاها شويه. المجموعه الاولى اللي هي عين، روح للعين اهي، فسح الارقام دي كده، خرجها ورقم ورا الثاني كده. ادي العين اللي فيها 2 و5 و6، يبقى اخد المجموعه الاولى ده وامشي بيها الاثنين واروح اشوفها موجوده في الصاد ولا لا. موجوده؟ اه، يبقى ما تاخدهاش. الخمسه موجوده؟ لا. طب تعالى يا 5. طب تعالى ال6 موجوده؟ لا. قوم جاي كاتبها. يبقى عشان اجيب عين فرق صاد باخد المجموعه الاولى كده وامسكهم رقم اشوفه موجود في المجموعه الثانيه ولا لا. مسكت الاول الاثنين لقيتها موجوده ما تاخدهاش. مسكت الخمسه ما لقيتهاش موجوده كتبتها. مسكت السته ما لقيتهاش موجوده قمت جاي كاتبها. كده انت جبت عين فرق صاد. خلاص؟ طب عايز ضرب س تقاطع صاد، شوف ايه المشترك بين س وصاد. يا مستر ده السين والصاد ما فيهمش ارقام مشتركه، يعني التقاطع بتاعهم بفاي. فاي ضرب اي حاجه بتساوي فاي. يبقى فاي ضرب اي حاجه بتساوي فاي، ودي كانت فكره السؤال. اللي بعده اول سؤال عندي مش محتاج ان انا افكر ولا محتاج ان انا اعرف السين فيها ايه. هو بيقول لك عايز س ضرب فاي، ما خلاص من عارف ان س ضرب الفاي ضرب اي حاجه بتساوي فاي. كده خلاص اول مطلوب خلص. طب تعالى على المطلوب الثاني. كان عايز ايه في المطلوب الثاني؟ كان عايز في المطلوب الثاني س تقاطع صاد ضرب عين. هات التقاطع بين س وصاد، ايه المشترك في س وصاد؟ الاربعه. في حاجه تاني؟ لا. ضرب العين اللي هي 1 و6. اضربهم في بعض يبقى 4 و1 4 و6 اهو 4 و1 و4 و6. طيب تعال السؤال الثالث. عايز نون صاد تربيع، عدد عناصر الصاد مضروب في نفسه. عدد عناصر الصاد هنا بكام؟ ب2. في 2 بيساوي 4. اظن لو تبص كده على الدرس كده هتلاقي الدنيا كويسه جدا. لا في بقى زي مثلا تانية اعدادي افكار صعبه والكلام ده كله، مفيش اي صعوبه خالص. كل اللي فيها انك تحل بس كتير. الفكره اللي بعدها بيقول لي س ضرب ص بيساوي 2 و5 و2 و7. طيب طالما قال لك س ضرب ص يبقى عندك المسقط الاول يمثل المجموعه س والمسقط الثاني يمثل المجموعه ص، بس بدون تكرار لان مجموعه. طيب يبقى عندك المجموعه س عباره عن 2 و2، يبقى اخد واحده منهم بس كده انت جبت قيمه السين. طب انا عندك الصاد هي عباره عن المسقط الثاني بدون تكرار. المسقط الثاني هنا اللي هو 5، المسقط الثاني هنا اللي هو 7. يبقى انت كده جبت قيمه السين وجبت قيمه الصاد، جبت السين والصاد. طب تعالى نجيب س تربيع. مش انت عايز س تربيع؟
ده ضرب بقى، يبقى هنقول له 2 و2. هنقول له 2 و2. ناخد فكره كمان او مساله كمان على نفس الفكره دي بالظبط. ان س ضرب ص عباره عن 1 و2، 1 و3، 1 و5. لو حبيت هنا تجيب السين هتقول له ان السين عباره عن المسقط الاول. عرفت ازاي؟ لان هو بدأ بسين، يبقى هي عباره عن 1 وما تكررش، لان هنا 1 1 1 خد منه عنصر واحد بس. طب تعال نبص على الصاد، هو عباره عن المسقط الثاني اللي هو 2 و3 و5. كده انت جبت السين وجبت الصاد. طيب عايز بعد كده نون صاد تربيع، اهو نون صاد تربيع بيساوي عدد عناصر الصاد مضروبه في عدد عناصر الصاد. عدد عناصر الصاد بكام؟ ب3. في عدد عناصر الصاد ب3، 3 في 3 بيساوي 9. اخر حاجه كان عايز صاد ضرب س. خلي بالك اللي موجود هنا كان س ضرب صاد، بيختلف. س ضرب صاد غير صاد ضرب س. س ضرب صاد بتبدا بالسين، انما صاد ضرب س اللي انا عايزها دي بتبدا بالصاد. يبقى لما تيجي تبدا من تحت، يبقى 2 و1، 3 و1، 5 و1. اكتب الكلام ده كله، يبقى 2 و1، 3 و1، 5 و1. السؤال بعده اهو عشان نأكد برضو على التقاطع والاتحاد. طيب بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا كان السين عباره عن 3 و4 والصاد 4 و5 والعين ب3 و5، عايز س فرق عين مضروبه في صاد. اهو المطلوب الاول، س فرق عين ضرب صاد. هات قلت لك الفرق، خد المجموعه الاولى وفسحها، اخرج بيها كده واحده واحده. انا عايز س ضرب عين، فين السين؟ اهي السين اهي، وادي العين اهي. يبقى خد ال3 موجوده هناك، اوعى تكتبها. خد ال4 موجوده هناك، لا اكتبها. ضرب الصاد اللي هي فيها كام؟ 4 و5. اضربهم في بعض، يبقى 4 و4، 4 و5. كده انت جبت اول مطلوب. طب تعالى على المطلوب الثاني رقم 2. عايز نون عين تقاطع صاد ضرب س. هو عين تقاطع صاد بكام؟ عين وصاد الاتنين بيتقاطعوا مع بعض في ال5، يبقى هو عنصر واحد. في السين عدد عناصر السين بكام؟ ب2، يبقى 1 في 2 بيساوي 2. تمام؟ يبقى انا كده رجعت لك على الدرس الاول بكل افكاره، اتمنى انك تكون فهمت. تمام؟ هنتقابل مع بعض ان شاء الله باذن الله في الدرس الثاني اللي هو العلاقه، درس اسهل. يمكن الدرس الاول مثلا كبير شويه بس افكاره سهله، ماشي، المسائل بتاعته سهله جدا. الدرس الثاني اللي هو العلاقه ان شاء الله باذن الله هيكون اسهل من الدرس الاولاني بكتير، او قوي صغير، وهيخلص بسرعه. انتظروني في الفيديو الثاني. كان معكم مستر حسين الشامي، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.